مساء النور بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى من كل قلب الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده، وتكون اموركم واحوالكم كلها على خير يا رب. نهار جديد وفيديو جديد. فيديو ديال اليوم هو روتين مسائي مع الوليدات، روتين حقيقي حالي حال كل امهات ما تعيشه كل الامهات. كنا بحال الله يعطينا الصبر والقوه والصحه كذلك. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالي بديتو معكم من العشيه. دزت مور ولدي الصغيور جبتو وديريكتومون كندوز نجيب ولدي واخا كيكون باقي الحال. كنمشيو هكا بشويش علينا في الطريق. كل صباح كنوصل ولدي للمدرسه، كنرجع في الطريق كنلقى وليدات وحدين اخرين راجعين من المدرسه. علاش؟ لانه كاين اضراب. صراحه هاد المره الاضرابات طولت بزاف. كنتمنى انهم يعطيو حقوق ديالهم للاساتذه ويلبيو لهم المطالب ديالهم باش يرجعوا الاقسام، ويرجعوا كذلك هاد الوليدات الاقسام والحياه ديالهم الدراسيه العاديه، لان الايام كدوز والاسابيع كدوز والشهور كدوز والدروس كذلك كتفوت. واخا غادي يكون تعويض، لكن كنتمنوا انهم يلقاو لهم حلول. بطبيعه الحال كل التضامن مع الاساتذه، ولكن الضحايا هما كيهضروا على حقهم. بطبيعه الحال كنتمنى انه يتلبى لهم، لكن الضحايا في هادشي كامل هما الوليدات. كنتمنى ان المشكل يتحل في اقرب وقت. وهنايا كنكون وصلنا للدار، وفي هذه المرحله كنكون عييت بكل ما كتحملوا الكلمه من معنى. شويه ديال الضرو، شويه ديال الهزان ديال لي لانش بوكس ديال الوليدات، شويه ولدي الصغير ضروري خاصو يتهز. الا ما هزيتيش كيدير لك اون كريز. الا مشى غير واحد ميم با 3 دقائق ولا 2 دقائق على رجليه عاود كيقول لك خاصك تهزيني. يعني فريمون هاد النقطه هادي كتهدني كيف ما كنقولوا. ولكن الله يسمح لنا من الوالدين وكل شيء كيدوز. دابا يكبروا ان شاء الله. واللي كيبرد علينا اكثر هو ان الاجر ديالنا كبير عند الله سبحانه وتعالى. يعني هاد التعب هذا ما كيمشيش غير هكاك، يعني كيكون محسوب عند الله سبحانه وتعالى. ما جيتش نشكي عليكم، ما جيتش نعطيكم الطاقه السلبيه، بل هذا غير باش تعرف كل سيده اننا كنعيشوا نفس الاحاسيس. كيجيونا اوقات اللي كنكونوا عيينا صافي كتقولي انا ما نقدرش نزيد، صافي ستوب عييت. ولكن اون فوا كتسترحي، كتجلسي مع راسك، كتصلي صلاتك، تقري هكا واحد شويه القران وتجلسي ترتاحي، صافي كتبدا عاوتاني كتجدد الطاقه ديالك سبحان الله العظيم، وكتبداي عاود نهار اخر. ومني كيكونوا وليداتنا باقيين صغار نحاولوا اننا نعطيوهم مسؤوليات على قد السن ديالهم وعلى قد الجهد ديالهم. وكل ما كيكبروا هاد الوليدات وحنا كنضيفوا مسؤوليات، كل ما كيكبروا حنا كنضيفوا مسؤوليه حتى كيوصلوا هاد الوليدات كيف ما كنقولوا رجال ونساء المستقبل. كيكون هاد الوليد ملي كيكبر كيكون قد براسو، مستقل بذاته، ما محتاجش انه يتكل على واحد اخر او لا على ماماه ولا على باباه باش انه يدير بزاف ديال الاشياء. وكذلك الراحه للام. حنا عارفين بان غترتاحي من المسؤوليه، لكن الهم ديالهم هذا كيبقى طول الحياه. طول الحياه الاباء والامهات كيفكروا في وليداتهم في المستقبل ديالهم، لكن المسؤوليه كنتقاسموها بجوج بينا. ما حدهم كيكبروا وانا كنضيف لهم مسؤوليه، هما كيتعلموا وانا كنرتاح، وكيبقى لي الجهد والطاقه باش انني نكون معاهم في اشياء وحده اخرى اللي ما كيقدوش عليها. كيف ما لاحظتوا رجعنا غسلوا يديداتهم، بدلوا الحويجات ديالهم، غادي يلعبوا واحد شويه وغيتفرجوا. هنايا عطيت لهم هكا بحال قوتي فيه اون سالاد مخلطه ما بين الخضيره والفواكه. غادي ياكلوا. ودابا غادي نرجع لا كويزين باش انني غادي نخوي لي لانش بوكس وغادي نغسل لي بواط ديالهم. كنسبق منهم هما الاولى باش كيتسقطروا هكايا، وكنعاود نجمعهم باش لغد ليه الصباح عاود نعاودوا نفس الروتين. وهنا البنات ضروري ما كنمسح لهم لي ساك ديالهم. كنشوف الا كانت تهرقات فيها شي حاجه كنمسح بجافيل، ولا ما كان والو بحال اليوم الحمد لله صافي غير تدويزه خفيفه. كنطويلو الفيطه ديالو، كنزلها فيه وكنخليهم هكايا على جنب كيضرب فيهم الهواء، ما كتبقاش فيهم ديك النسمه ديال الماكله. ونرجع عاوتاني باش نخوي الساك ديال ولدي الصغير. صراحه البنات هادشي هذا كيعي وكيطلع في الراس، ولكن شوفوا شي خطرات كتكون لقانا باش انك كتصايبي هادشي وتقادي، ولكن شي خطرات كتعياي. الله يحسن العوان لينا كاملين، ولكن راه فيك غديريه. اللهم ديريه وانت يعني فرحانه، اولا ديريه وانت معصبه، يعني كتحرقي غير الاعصاب ديالك وانت راكي غديريه اللهم ديريه وانت مرتاحه.
هنايا ضروري كنعطيهم هكا شويه ديال السقطه في العشيه، كيبقاو هكا يدابزوا، ولا بغينا شي حاجه ولا عطيني شي حاجه صافي عطيتها لهم وخليتهم هكايا كيلعبوا وكيتفرجوا. ورجعت باش نغسل هكايا لي بواط كيف ما قلت لكم، كنخليهم يسقطروا هما الاولى، كنسبق بهم باش لا غدلي في الصباح كيكونوا عندي ديجا ناشفين. وتا ملي كتبقى فيهم الماكله كتبقى فيهم حتى الريحه د الماكله كتبقى فيهم، لانهم تبارك الله كيتغداو مع ديك 12 ونص، وراه من 12 ونص ل 4 يعني راه كتحماض الحاجه. صافي غادي نسالي هذا الشيء كامل وغادي ندوز البنات باش غادي نعجن هكايا لاباط ديال البيتزا. نهار الاربعاء دائما كنعطيهم بيتزا ولقيتها ما عنديش، درت شويه ديال الطحين ديال الفورص وشويه ديال الفينو. طحين الفورص بطبيعه الحال اكثر من ديال الفينو. كندير واحد المعلقه كبيره مع مرش ديال الخميره الفوريه ديال العجينه، وكندير شويه ديال السكر. صراحه البنات كنشري لاباط، ولكن ديال الدار كتعجبني اكثر على اللي مشريه. ما خليت النوع اللي شريت، ولكن ديال الدار لا يعلى عليها، كتجي زوينه وكتجي صحيه وكتكوني انت اللي مصايباها. هكا حكيت شويه ديال الزعتر، انا كندير واحد الكميه اللي كتكون مهمه كيعجبني فيها ومليحه كيف ما شفتوا. صافي وغادي نبدا وشويه ديال زيت الزيتون، يعني زيت الزيتون تكون واحد الكميه اللي هي مهمه، واحد شويه بحال هكايا 4 كاس حتى لغادي نص كاس الا ربع هكايا. وصافي غادي نبدا نجمع بالماء. صراحه كل مره كيفاش كنعجنها، مره كندير فيها ديك عجينه ديال 10 دقائق حتى هي كتسربي دغيا دغيا. دابا صافي قلت خليها تخمر على راحتها، لان كيف ما دخلت هكايا سربيت داك لي صاك ديالهم، وقلت نعجنها ونخليها على جنب. صافي بالماء دافي غادي نخلطها ونخليها هكايا على جنب تخمر على خاطرها. صافي البنات هنا من بعد ما جمعت هاد الجمعات لي غادي نحطها هكايا فوق البوطاجي اولا في سطح العمل، وغادي نبدا ندلكها مزيان مزيان، لان لابا ديال البيتزا صراحه كيخصها دليك. الا درتي لها الطريقه هذه ولا درتي الطريقه ديال 10 دقائق صراحه هذيك دغيا دغيا كتجي مفشفشه غير بوحدها، كتجي حتى هي غزاله. صافي غادي نبدا نعجنها مزيان. بالنسبه للمرحله الاخيره البنات، اللي بغات تزيد واحد الطريف ديال الزبده، انا لقيتها سالات عندي ما بقاتليش، تضيف طريف ديال الزبده هكايا ولا معلقه كبيره ديال الزبده وتدخلها فيها، كتجي عاود كذلك كتجي غزاله وكتجي رائعه. ولكن الا ما كانش عندك راه غير هاد الطريقه هذه راها واعره البنات. صافي غادي ندلكها هكايا واحد 3 دقائق ما بين يديا. غندهن البول ديالي بالزيت وغادي ندير فيه لاباط ديالي، غادي ندهنها كذلك بالزيت وغادي نخليها تخمر على خاطرها، يعني حتى تتفيض ليا كيف ما كنقولوا، لان البيتزا قد ما خمرات قد ما كتجي زوينه. غادي نغطي عليها وغادي نخليها تخمر على خاطرها. وغادي ندوز دابا باش نعطي واحد شويه د الوقيته لراسي، باش كنحس بان النهار ديالي ما مشاليش غير في الوليدات وغير في الجره وغير في الدار. كنحس بانني عطيت واحد الوقيته راسي، واخا يكون غير صغير، واخا يكون غير 10 دقائق، راه كتلعب على نفسيه الانسان. كتحسي براسك بان نهارك ماشي داك التماره كامله وداك التعب كامل اللي كان عليك راه عطيتيه غير الاخر، لا راه حتى راسك راه تهليتي فيه، حتى راسك راه درتي له واحد الحاجه واخا هي اللي هي بسيطه، ولكن تكون من الروتينات اليوميه ديالك. هنايا البنات كنت خرجت في الصباح، درت هكايا شويه ديال المكياج، غادي ندي ماكيي وجهي وغادي نغسل وجهي كذلك. مهم ندير لا روتين ديالي كامله. شوفوا البنات هذه غير ماسكارا، ما كندير لا كحول لا حتى شي حاجه. صراحه غزاله، ماسكارا ديال ايسونس غزاله. هاد المره خديت الغوز، نورمالمون كندير هاد الخضره هذه رائعه، ولكن يعني شحال وانا كنديرها قلت غادي نجرب الغوز كيفاش غادي تجيني. خديتها من ايسونس، وكذلك خديت هاد فولولوب الصراحه كيجي غزال، كينفخ واحد شويه شفيف وكيجي بحال كلوز هكايا كيرطب، واعرين بزاف. قلت هكا نشاركهم معكم، وإلا كتعرفوا شي ماسكارا اللي واعره شاركوها معايا. صراحه كنحماق على الماسكارا، ما كندير لا كخيو ولا والو، ولكن الماسكارا كتعجبني بزاف بزاف. الا عندكم شي نوع اخر الثمن ديالو كذلك يكون مناسب شاركوه معايا. الثمن ديالها ديال البنات 45 درهم، ولكن رائعه سورتو الخضراء واعره. الغوز عاد بديت كنستعملها. وبالنسبه للبنات اللي غادي يشوفوا صابون ديال سيغاف، صراحه راه عندي من الصيف ما شريتوش، انا بحالكم انا مقاطعه ما كنشري حتى شي حاجه من داك المنتوجات. وان شاء الله ملي غادي يسالي غادي نقلب على شي منتج اخر باش غادي نبدا نستعمله.
وكنبغي نقول لك حبيبه ديالي لو وصلتي حتى لهنايا خلي لي واحد اللايك وتابوناي في القناه وفعلي الجرس الا ما كنتيش مشتركه فيها. راه كيفرحني هادشي هذا، وراه كيكون واحد الدعم اللي هو كبير بزاف صراحه. لي فيديو البنات كياخذوا واحد الوقت اللي هو كبير، ولكن كيف ما كنقولها دائما كندير هادشي عن حب. ودابا ندوزو للعنايه بالوجه ديالنا سورتو في هذه الفتره هذه ديال الخريف والشتاء. هنا البنات بديت هاد لا روتين جديده ديال لا فيتامين سي ديال ياقوت كوسميتيك. صراحه غزال فيتامين سي بالنسبه لي عندها مشاكل اللي ما عندهاش مشاكل ديال الحبوب، يعني كيخرجوا فيها مره هكا في لا بيريود ولا كلات شي حاجه ولا بقاو فيها لي طاش، تستعملوا البنات غزال كيعطي واحد النتيجه اللي هي زويونه بزاف. من بعد كنديروا حتى كدوز هكا واحد 5 دقائق 10 دقائق، من بعد كندير هاد لا كريم ديال لا روش بوزاي خطيره في الترطيب، ومن بعد كنحمروا هكايا الحنيكات حتى هذا كذلك البلوش ديال ياقوت كوسميتيك. صراحه غزال ما كيتحيدش بالماء هكايا بالنسبه للبنات اللي كيبغيوه يبقى دائما. ملي كديريه في الصباح قسما بالله البنات الا حتى العشيه غير شويه منه هكايا في الخدود ديالك وتستومبي هكايا بلا بغوص كيبقى رائع. وما نساوش كذلك الترطيب ديال اليديدات ديالنا. وهاد الفتره البنات كتحتاج الترطيب سواء الوجه سواء الرجيله سواء اليديدات، يعني كنحتاجوا الترطيب سواء اللي عندها بشره دهنيه او لا جافه. مع هاد الفياق الصباح بكري والخروج ديك السمره راه كينشف لنا لا الوجه لا اليديدات ديالنا. نحاولوا اننا نرطبوهم، واخر حاجه هكايا هي نرشوا واحد شويه ديال البارفان والترطيب ديال الشفايف ديالنا. دابا البنات غادي ندوز نرجع مع ولدي واحد شويه وغادي نرجع ديريكتومون لا كويزين باش انني ناتاكي لاباط ديال البيتزا. شوفوا تبارك الله البنات منين تنفخات، يعني حطيتها في البول غير لتحت. شوفوا دابا كيفاش يعني تنفخات مزيان شبعات خميره. غادي نحاول انني كنطلقها بالسميده باش كتجي هكايا مسمده ما كتجيش فيها ديك الطحين هكايا. صافي غادي نطلقها وغادي نقطعها. كل وحده بغيتي ديريها كبيره وتقطعيها دي ميني بيتزا هكايا. انا الصراحه ما كنتش قاده والحال كان مشى عليا، يعني دغيا خاصني نوجد لهم العشاء ديالهم. صافي قطعتها خرجوا لي تقريبا شي 6 ديال بيتزات هكايا كبارين. كنعطيهم منهم كنصايبو هكا كنتعشاو بها وكنعطيهم حتى هما يديو منها. صافي كنحاول انني نكورها نجمعها هكايا ونخليها ترتاح واحد شويه عاد من بعد ونرجعوا باش انني نطلقها كذلك. في هذه الاثناء هذه كنكون كنراجع مع ولدي هكايا، يعني شي حاجه ديال القرايه هكا كنعطيه يقرا كيجيب له ليفغ ديالو اولا القراءه ديالو للكوزينه، وكنبقى نسمع هو كيقرا وانا كنسمع هكايا. يعني كديري جوج د الحوايج في نفس الوقت. وبالنسبه للبنات اللي عندهم وليدات هما كيقدوش انهم يحفظوا مزيان، عطيه يقرا. الا كان كيعرف يقرا عطيه هو يقرا ويحفظ، ما تحفظيش نتيا هكا كيبقى عاقل على الكتابه كيفاش مكتوبه وكيحفظها. ماما هؤلاء أصدقائي في المدرسة يشرفني معرفتهم. هذا محمد الذي يجلس بجانبي. أهلا وسهلا. وهنا البنات من بعد ما طلقتهم درتهم في اللاطه وغادي نديرهم هكايا بالفرشيطه. بالنسبه لي انا ما كنديرش بيتزا رقيقه بزاف، كنديرها موين. كتعجبني البيتزا اللي كتكون غليظه واحد شويه ما تجيش مقرمله. هنايا دخلتهم الفران اللي ديجا سخون هكايا 10 دقائق كيشدوا راسهم واحد شويه، ما كنخليهمش حتى كيطيبوا من التحت. يلاه ملي كتصايبي لهم لافاخ كيجيوك هما هادوك ما كيتقصحلكش لاباط ديالك في الفران. وحتى الا كنتي باغا تجمعيهم في الكونجيلاتور كيجيو هما هادوك. على ما كتجبديهم وديري لهم الحشوه ديالهم والفرماج وتدخليهم كيكملوا الطياب مع داك لافاخس ديالهم. وفاش كيذوب الفرماج كيكونوا هما هادوك. هنا عندي شويه ديال البصيله شويه ديال الكفته غادي نزيد مليحه شويه ديال الزيت وغادي نشحرهم. نبقى نخلطهم البنات هكايا باش ديك الكفته ما تبقاش معايا مجموعه. نطقطقها هكايا منها الكفته كطيب والبصله ديالي حتى هي كتشحر. من بعد غادي نبدا نضيف التوابل، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكينجبير. بالنسبه للتوابل ديروا اللي بغيتو، ويعني ولا عندكم توابل هكايا ديال الكفته ولا ديال المهم شي حاجه بغيتوها ضيفوها. شويه ديال التحميره صافي، وشويه ديال الكمون ما تسجلش معايا هكايا فاش درتو، وشويه ديال الكمون صافي البنات. وهنايا غادي ندوز باش غادي ندهن لاباط ديالي. هنايا درت لاصوص طوماط اللي كانت عندي
صايبتها الصباح صراحه حتى بلاصوص ديال الدار كتجي غزاله احسن من ديك الصلصه اللي كتكون جاهزه. بحال لاصوص ديال البيتزا اللي كتكون مثلا في لي غروند سورفاس كتكون مكتوبه فيها يعني صلصه البيتزا، هذيك حتى هي كتكون زويونه البنات، كتكون بحال مصايبه في الدار. انا كنهضر على ديك لاصوص اللي ما كيكون فيها حتى شي مذاق صراحه، كتجي بها غير كنقداو بها وصافي، يعني كتكوني ما كفاتكش الوقت ولا شحال د الحاجات. هكا لاصوص اللي كتكون معطره وزويونه كتجي حتى في البيتزا كتجي لذيذه. صافي درت الكفته ديالي مع البصله، ممكن تضيفوا هذا الزيتون، المهم اي حاجه بغيتو تضيفوها. انا هادشي اللي كان متوفر عندي درتو. غادي نزيد شويه ديال الفخوماج من الفوق، غادي نضيف كذلك شويه ديال الزعتر، صراحه كيعجبني بزاف المذاق ديال الزعتر في البيتزا. درت في الاولى بنات فخوماج موتزاريل، ومن الفوق غادي ندير جبن الاحمر ديال البوله، كيجي زوين وكتجي البيتزا ديالنا بنينه كذلك. الفران كيكون سخون، كندخلها عاوتاني حتى كتغاتينا ليا الفخوماج ونجبدها نجبدها هكايا. هنايا درت شويه ديال لي فخوي، شويه ديال الرمان، شويه ديال البنان، شويه ديال التفاح، غادي نخليه على جنب. هنا الحمد لله كنت ساليت الاشغال ديالي كامله، غسلت ديك المعينات، لاباط ديالي حطيتها هنايا باش تبرد، نديرها في الكونجيلاتور وغنتسنى البيتزا ديالي توجد، نعطي الوليدات يتعشاو وغادي ندخلهم باش ينعسوا. احسن احساس هو ملي كتسالي الشغل ديالك بكري وكتجمعي كوزينتك وكترتاحي الصراحه، يعني الصباح كتفيقي على كوزينه اللي هي نقيه. وفي هاد اللحظه بالضبط البنات كتكوني كاو تكنيك، كتقولي يا ربي نكمل غير داك القيمات ديالي وندخل بلاصتي، جاني النعاس ما جانيش، نتصنت غير العظيمات ديالي ونرتاح ونعقل على داك الوقيته ديال الراحه ديالي. البيتزا ديالي البنات وجدات، خرجتها من الفران، صراحه كتجي غزاله. شوفوا البنات بكل صراحه الحاجه ديال الدار ما كاينش بحالها، سواء في لاباط، سواء في لاصوص، سواء في اي حاجه، ماشي دابا غير على البيتزا، في اي حاجه. حاجه ديال الدار كتاكلي الحاجه ديالك نقيه على يديك، وكتكون زويونه، يعني ماشي بحال ديال الشرا. وفعلا البيتزا يعني الا كليتيها في شي بلايص كيكونوا واعرين راه كتكون بيتزا النيس، يعني كتكون واعره، كتكون يعني على حقها وطريقها، والناس دي بروفيسيونيل اللي كيصايبوها. ولكن والله ما نكذب عليكم، مره كنتوحشك البيتزا القديمه ديال الدار ديال شحال هذه، ما عرفتش واش حيت يمكن كبرنا بها، يعني صافي كيجيك الحنين لذاك الوقيته ولا ما نعرف. ولكن بكل صراحه البنات راه جات غزاله. جربوا هذه الطريقه هذه وبهذا المذاق هذا، صراحه مره كنديرها بالكفته، مره بالطون واللي كان موجود نجربوها به ونديروها. البنات خليو لي لايك ديالكم، كاينين بزاف ديال المشاهدات صراحه ولكن لي لايك ناقصين، كنتمنى انكم تلايكوا الفيديو ديالي وصل للنهايه ديالو. كنضربكم موعد فيديو مقبل ان شاء الله. كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم وانكم تكونوا استفدتوا شي حاجه من الفيديو. ما سخيتش بكم، تهلاو في راسكم، السلام عليكم.